ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم اكله شتويه حلوه جدا، بتدفي في الشتاء، بتدي طاقه، واللي عاوز يزود وزنه بياكل منها. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الطريقه الاصليه للحلاوه السوداء او المفتقه وطعم وريحه زمان، وان شاء الله هتعجبكم. تعالي معايا نشوف المقادير والطريقه، بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. النهارده ان شاء الله هعمل المفتقه او الحلاوه السوداء ب5 كيلو من العسل. ممكن كمان تعمليها بنص الكميه. اول حاجه هعملها، معايا كيلو من العسل الاسود، هضيف له ربع كيلو من الحبه السوداء المطحونه ناعم، وده بيكون شكلها زي العجينه، بتجيبيها من عند العطار، ناعمه جاهزه. ومعايا كمان ب10 جنيه الحبه الخضراء. الحبه الخضراء بتدي لون حلو جدا للحلاوه السوداء او المفتقه. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه هعملها هاخد الحبه الخضراء واطحنها في مطحنه الخلاط ناعم. طحنت الحبه الخضراء في مطحنه الخلاط ناعم، احطها في كوبايه وهضيف لها كوبايه الا ربع من الميه السخنه. بضيف لها كوبايه الا ربع من الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبها واغطي عليها وبسيبها منقوعه في الميه السخنه لمده 6 ساعات. وحبه البركه المطحونه ناعم هضيفها لكيلو من العسل، وهخلط حبه البركه المطحونه ناعم مع العسل لغايه لما حبه البركه تدوب تماما مع العسل. هخلي حبه البركه تختفى تماما مع العسل الاسود. خلطت حبه البركه المطحونه مع كيلو من العسل لغايه لما حبه البركه اختفت تماما مع العسل. هغطي عليها وبكره باذن الله هكملها معاكم. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهعمل معاكم المفتقه او الحلاوه السوداء. حطيت في حله لتر ونص من الزيت يقدح او علشان يسخن جدا، وبعد ما الزيت سخن هنزل بربع كيلو من السمسم متنقي ومغسول وناشف. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي للسمسم تحميصه. بعد ما السمسم اتحمص بطلعه في مصفى، بصفي السمسم في مصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل السمسم بعد ما اتحمص. حمص كمان ربع كيلو من جوز الهند العريض، ده شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي جوز الهند لون ذهبي خفيف. كده جوز الهند لونه حلو جدا، هصفيه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطه فوق السمسم اللي حمصته. بسيب السمسم مع جوز الهند على جنب يبردوا، وهحمص كمان معلقتين من الدقيق. الدقيق بيعمل عمليه ربط للمفتقه او الحلاوه السوداء، وبديل الدقيق الكتيره، والكتيره بتكون عباره عن فصوص شبه جوز الهند العريض. كل مكونات المفتقه او الحلاوه السوداء بتتباع عند العطار. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحمصي مع السمسم وجوز الهند العريض سوداني او مكسرات. وبعد ما حمصت الدقيق هنزل بربع كيلو من التحويجه او القرطاس، والتحويجه او القرطاس بتتباع عند العطار. بسم الله الرحمن الرحيم. والتحويجه او القرطاس عملتها معاكم قبل كده. وهنزل بالعسل اللي مخلوط بحبه البركه المطحونه، ايدها هتحط وايدها هتقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطاها على نار هاديه. وهنزل كمان بباقي كميه العسل الاسود هي 5 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامله الحلاوه السوداء او المفتقه ب5 كيلو من العسل الاسود، وهقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تحطي المفتقه في حله واسعه
عشان تاخد راحتها في السوا، وكمان علشان لما العسل يغلي ما يطفيش منك على البوتاجاز. لازم تحطيها في حله واسعه. هسيب المفتقه تغلي غلوتين، وكل شويه هقلب فيها. انا سايباها على نار متوسطه. وهضيف الحبه الخضراء المطحونه بصفيها في مصفى ناعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. المفتقه او الحلاوه السوداء بتاخد سوا من 20 ل 25 دقيقه مع التقليب المستمر. هتعرفي ازاي ان المفتقه استوت؟ هتاخدي معلقتين من المفتقه وبتحطيها في طبق، وهتسيبيها 10 دقايق. وبعد ما سبت معلقتين المفتقه 10 دقايق في الطبق، شوفي كده خلاص استوت. تقلت، ولسه كمان لما هتبرد هتتقل كمان وكمان. اخر حاجه بحطها على المفتقه عصير ليمونيه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب. وهسيبها تغلي غلوه واحده وبطفي النار. وبعد ما المفتقه بردت او الحلاوه السوداء بردت هضيف لها نص كميه السمسم وجوز الهند اللي حمصتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها حلوه جدا وقلب البيت. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. طبعا هي لما بتبرد بتتقل. هعبيها في برطمانات نضيفه ومعقمه. وبالشكل ده عبيتها في البرطمان. وهحط في وش البرطمان من جوز الهند والسمسم المحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط في وش المفتقه من جوز الهند والسمسم المتحمص. وده الشكل النهائي للمفتقه او الحلاوه السوداء او المعقوده. باقي كميه جوز الهند والسمسم المحمص بتحفظيهم في علبه، وعند التقديم هتحطيهم فوق وش المفتقه. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. والنهارده عملت معاكم المفتقه او الحلاوه السوداء بالطريقه الاصليه وبطعم وريحه زمان. هي اكله شتويه بتدفي في الشتاء وبتدي طاقه حلوه جدا للي عنده انيميا، هتزود وزنه. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب تكون حلقتي النهارده عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.